السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم الوصفه المنتظره في شحال من وحده عاودت قالت لي فاتحه ماذا بيك تعاودي لنا المطلوع تاعك اللي درتي بيها ضجه كبيره من قبل. اسمحوا لي على التاخير، على بالي اني روطار عليكم. واي وحده راه في بالها مشروع ننصحك بهذا المشروع بالذات تاع المطلوع، صدقوني ما فيه لا تعب لا يديك لا يجيبك، والنتيجه كما راكي تشوفي تجي هايله، نتيجه مبهره حقا، نتيجه ما شاء الله. والاهم قلت لك انه ما يتعبكش، ما شغل ديريه وانتي مهنيه في كامل راحتك. وثاني لا عندك فور تاع ساعه وريت لك كيفاش طيبي فيه، راني وريت لكم اليوم في الفيديو، لان واحد الاخت قالت لي ماذا بك تورينا طريقه الطهي تاعو. وصراحه هو يعتمد بزاف على زوج اسرار، دوك تبعوا معايا الفيديو نعطيهم لكم. شوفوا هنا كيف يجي مفشفش، يجي قطن ما شاء الله. وكاين المطلوع هذاك ثاني اللي يجي هكا خيوط خيوط، ثاني هذاك النتيجه تاعو غير تاع التخباط برك، كل ما قويتي التخباط يجي فيك يجوا فيه هذوك الخيوطه. هنا درت لكم هكا بنعطيكم الكيل بالضبط. هنا جبت كيلو تاع فارينه، كيلو تاع فارينه شديت منه هذا الكاس راكم تشوفوا فيه، درت منه 3 كيسان تاع فارينه، 3 كيسان. ودائما نخلوها، خاصه الا كنتوا تخدموا مثلا المشاريع تشروا الفارينه هذيك تاع 25، ماشي هذه تاع كيلو زوج، لا تصيبي روحك خاسره. تشري فارينه هذيك تاع 25 كيلو، ولازم تغربليها، لازم ديري بوصيه هكا كبير، ايوا وصيري الفارينه تاعك. كاش حاجه فيها ما تدريش، المهم بتبان بلي سلعتك ولا حاجتك نقيه هكا تكسبي انت مشتريه ولا زبائن. وهذا الوصفه بالذات تقدروا تخدموها من دياركم. انا راني نعطيكم فكره مشروع. انا من قبل صراحه كي كنت نخدمها مشاريع ما كنتش ندير فيها السميد، كنت نديرها فارينه في فارينه، هذيك الكيلات اللي نديرهم سميد نزيدهم فارينه. ايا قلت لك في الترماد نرمدها في السميد مخلط بالفارينه، غير شويه تاع سميد ما نكثرش. ايا قلت لك ودروك حاليا نعطيكم فكره جديده في الترماد، تتبعوا معايا في الفيديو دوك تكتشفوها. هنايا درت كيله تاع سميد ونص، كيله ونص تاع سميد رطب. انا استخدمت هنا كيس سميد تاع سفينه، والفارينه فاني درت تاع سفينه. قلت لكم اللي تخدموا المشاريع اشروا الفارينه من الكبيره تاع 25 كيلو هكا باش تكونوا رابحين فيها. مع درت لها هنا مغرفه تاع خميره تاع الخبز. انا المغرفه هذيك تاع الاكل غير يبان لكم كبيره، ما هي ما ترفدش بزاف. ودرت لها الملح على حساب الكميه، قلت لكم كيما تبغوا نتوما، على حساب الكميه اللي راكم دايرينها تاع السميد والفارينه. وراكم عارفين الصوت تاع القطقوطه الصغير. المهم درت هنايا الملح، وفي نفس الوقت راني ندفي في الماء. دوك تشوفوني الماء شحال ندير. جبت هنايا الكاس هذاك اللي كيت به السميد والفارينه، ندير منه 3 كيسان، درت 2 كيسان فيه ضربه، والكاس الثالث قعدت نزيد فيه بشويه حتى الساعه صبت روحي ديا توقع، معناتها دالي 3 كيسان. والماء لازم يكون دافي. شوفوا انا التخلط كيفاه، ما نعجنها ما والو، شوف نلمها برك، نلمها كي نعرفها باللي تلمت لي هنايا ديجا تحسوها باللي مازال خاصها الماء، نبدا نزيد لها في داك الكاس الثالث حتى تتلم لي سوا. والعجينه هنا على قد ما تكون طريه وتتلصق لكم في اليد تجيكم في الشفشه ويجوا فيها هذوك الخيوط، فهمتوني؟ العجينه المطلوع به يجيكم فيها هذوك الخيوط، خلوها طريه. ثاني حاجه تخبط، تخليها طريه تتلصق مليح في اليد وتخبط. نزيد ثاني باذن الله نزيد ندير لكم وصفات تاع مطلوع، لانه كاين بزاف، كاين بالسميد وحده، كاين بالفارينه، كاين سميد وفارينه، كاين سميد اكثر من الفارينه. المهم راهم على راسهم، الصح كاع راه في التخباط، ركزوا لي على التخباط. والفور تاعكم ثاني لازم يكون سخون مليح. الفور الا ما كانش سخون المطلوع تاعك تجيك هابطه، اول حاجه. ثاني حاجه تجيك يابسه، خاصة القشرة الفوقانية تجيك يابسة وما تجيش حمراء، تجيك بيضة. هادو هما الاسرار. قلت لك انا شوفي كيف راني نلم فيها ديجا هكا يتبان لكم اللي راهي طريه. هنايا اش ندير، نخبطها غير شويه ماشي بزاف، غير شويه 30 ثانيه ولا بعد ما لميتها. نغطيها. كي هنايا كي تبغوا تغطوها دائما نديروا حاجه عازله بين الطرشونه ولا العجينه، بس كل عجينه طريه تلصق لكم في الطرشونه. المهم هنا كيما راكم تشوفوا راني خبط فيها. ونحو داك العجين هذاك ما تقيسيش ولا ما تروحش تغسلي يدك نيشان، نحي العجين هذاك اللي في يدك وغطيها، خليها قلت لك تخمر، خليها وقيله 5 دقائق ولا 10 دقائق، تعاودي ترجعي ليها تخبطيها. دوك تشوفوا معايا انا بعد ما خليتها هنا ما صبرتش عليها بزاف، وقيله خليتها يا ربي 5 دقائق، عاود رجعت ليها. وهي كل ما تخبطوها وتخلوها تريح تعاودوا ترجعوا ليها، تسيبوها خفيفه اكثر من اللي درتوها المره اللي فاتت،
فهمتوني؟ التخباط هذا يكون على 3 مراحل، 3 مرات وانتي تخبطي فيها وتعاودي. شفتوني انا في المره الاولى ديجا خبطتها ومن بعد عاودت هنايا هذه المره الزوجه. دوك تشوفوني هنا كي نغطيها ونخليها تخمر كيفاش نعاود نصيبها باغيه تخرج من الباسينه وباغي تهرب لي ومرضى نسيدها انا نقول والله ما كيهربتها. المهم ديروا لي شجان وبارطاجوا الفيديو هكا باه ناس واحد اخرين بالك لعل وعسى كاين اللي تسترزقوا ديجا بزاف اللي راهم يسترزقوا بالوصفه تاعي ويدعوا لي ان شاء الله ربي يحفظكم والله يبارك لكم في الرزق تاعكم ان شاء الله. وصدقوني اللي تخدم بنيه وتخدم شو بنيه صادقه تخدم بنظافه وبالظرافه تعرف كيف تتعامل مع الناس وكامل والله غير يوفقها ربي سبحانه. هاني قلتها لكم. شوفوا انا المره الزوجه شفتوا كيفاش راستها دايره. شوفوا كيفاش هنايا شديروا نسيت ما قلت لكمش في دوك 3 كيسان تاع الماء. بعد في التضراب ديروا ربع من داك الكيله هذيك ديروا الربع تاعها ماء فرغوه في كاش ليانكا ولا كسرونه ولا اللي تحطوا فيها يديكم تقدروا تدخلوا فيها يديكم وتبداي سيداتي تشمخي في يدك وتضربي في عجينتك ومن جهه ترفدي قطرات تاع ماء في يدك. فهمتيني؟ ماشي ترفدي يدك ناشفه لا رفدي فيها قطرات تاع ماء من جهه تزيدي تجري العجينه شويه من جهه الماء يعاونك ما تصقلكش العجينه في يدك هاك. قلت لكم ايام بعد تبداي هنا لا هنا تعاود نغطيها ثاني خليها تريح. في نفس الوقت نروح نجيب السنيوات التوعيه اللي ننصح اي وحده راهي دير في مشروع تشري من هادو السنيوات لانه يعاونوك بزاف. تجيك الخبزات كيف ايوا يجيك مام الشكل تاعهم مشباب. هادو هما السنيوات هما في الاصل كانوا داك اللون الفضي هذاك تاع الالومنيوم من يكون جديد. هي وين من خدمت بهم بزاف وكامل نحرقوا تغسلوهم عادي تدهنوهم بشويه تاع الزيت ما يلصقولكمش. انا هنا شادرت راني ندير في الخبز اليابس. هنايا ما كانش دار ما فيهاش خبز اليابس يعني في طعم اللي تروحي ترم ديري الكسره تاعك في السميد ولا في الخبز اليابس مرحي ايا وتجيك ما شاء الله. شفتوا اللون تاعها كيفاش جات ما شاء الله ما تجيك لا يابسه لا والو. هيا شوفي هنايا نقرص الخبزه تاعي ما هي كبيره ما هي صغيره ايا ونحطها في السنيوه كنت ديجا قلت لكم دهنتها بالزيت ورشيتها بشويه تاع داك الخبز اليابس. وهنايا كل ما تجي ترفدي هنا سيدتي شويه تاع عجين ضربيها با يدخلها الهواء. هذه هي ان شاء الله ما نكون نسيت لكم حتى حاجه. دوك نوريكم ثاني بالنسبه للكوشه. هنايا غير نكمل نروح لا ماشي باسكو انا الكوشه تاعي بالخف تسخن فرت السعاده اللي عندهم الكوشه تاعهم ما تسخن لهمش بالخاف ولا طول كامل غير تكملي العجين روحي شعلي كوشتك. اي انا قلت لكم هنايا غير شفتها بدات تخمر لي رحت شعلت الكوشه تاعي خليتها سخنت يا ربي 2 دقائق تكون ساخنه ما شاء الله تكون سخونه. من بعد قلت لكم نشعل عليها من الفوق ومن تحت في نفس الوقت تسخن. من بعد ندخل كي ندخل السنيوات تاعي هنايا شوفوا في الخبيز هنا كي تولوا تقرصوا فيها ما تزيروش بزاف حتى صباعتكم يبقاو متراسين في العجينه مع السنيوه لا غير من الفوق لانه العجينه اصلا راهي طريه وكي تقرصيهم كاع بتعاودي ترجعي تخبزيهم ولا تقرصيهم وتسيبي العجينه مريحه تعاونك شو ما تغبنكش مشيتي تولي تخبزي فيها وهي ترجع. فهمتوني؟ وهنايا صباعتي كي تولي تخبزي فيها ما توصليش حتى للحاشيه خلي هذيك شويه هذيك باه تجي فما طالعه فما الخبزه اللي تجي منفوخه. هنا والاخر واستعيني بهذا الخبز هذا باه ما تتلصقش باسكو عارفين باللي العجينه تتلصق وطريه. دائما بقاي ترشي في داك الخبز اليابس ايوا وفي نفس الوقت راكي تخبزي. هنا ديجا صبتها خمرت قلت لكم هنا كنت شاعله كوشه شوفوني شاعله من فوق ومن تحت جيت هنا بريقلها من فوق زعما ساعه طفيتها. هيا عاودت هنايا نقصت لها غير شويه النار باسكو تسيبوها سخونه بزاف داك الصهد وكاع ما تدخلوش فيه مباشره المطلوع. حلي الكوشه تاعك خلي داك الصهد يخرج ايا ودخلي ماشي بزاف ودخلي كسرتك الطيب. هذه هي النتيجه تاعها. شوفوا لي كيفاش جات. بالنسبه للبيع هي راهي دير 4000 ونص دوك على حسب المنطقه انت اللي راكي فيها. وان شاء الله ربي يرزق كل وحده يا ربي من يرزقنا ويرزقكم من ابوابه الواسعه من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. ان شاء الله نكون فتكم هذه حبيباتي واسمحوا لي اللي طولت عليكم ربي يحفظكم.